السلام عليكم حبيباتي احبائي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نلقاكم هذا الفيديو على احسن حال. كيف كتشوفوا في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله غادي نحضروا واحد جوج عطريات بمناسبه عيد الاضحى المبارك. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وكل ما كتمنوا يا ربي. هنا غادي نحضروا المروزيه، يعني العطريه ديال المروزيه، وغنحضر معكم واحد العطريه اللي ديال البلاد عندنا، هي التبزيره الدبناتيه. هنا حضرت جوج، قلت لكم التبزيره الدمناتيه والمروزيه، كاين فرق بيناتهم هانتوما غادي تشوفوا. هاد العطريه دي الصراحه كنتمنى ديروها، ومني غادي تطيبوا بها يا اما غادي ترحموني ولا غادي تعايروني، ولا المهم انا مأكده بانكم غادي تشكروني عليها. كتجي خطيره في الطياب، من احسن المروزيات اللي انا جربت في حياتي، يعني سنين وانا كنديرها. يعني اش غنقول لكم، رائعه اكثر من رائعه ان شاء الله. نتوما غتشوفوا الطريقه ديالها والمقادير اللي غنحتاجو فيها. غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، وما تنساونيش كيف العاده من لايك واشتراك في القناه، وشكرا لكم على المشاهده. نمشيو مع المقادير وطريقه التحضير. هنايا كيف كتشوفوا هادو هما التوابل اللي غنحتاجو، يعني مجموعه من العطريه اللي غنحتاجو في هاد المروزيه. يعني كاين شي بعض العطريات هنا غادي نضيفوهم في المروزيه، وبعض العطريات غادي نضيفهم في التبزيره، يعني ماشي كل شيء. هنا انا غنقدم لكم كل شيء وغتشوفوا الطريقه ان شاء الله باذن الله كيفاش غنحضروها. يعني ما كاين ما احسن من نحضروها في الدار، كتجي زوينه. يعني كنتمنى ان شاء الله تجربوها. هنا عندنا هادو كيقولوا من المغيزلات اولا ظهر الفلفل، هادشي غنحتاجو ان شاء الله في المروزيه. هنا عندنا خدنجال اولا خدنجلان ولا كلشي كيسميه، يعني ما تستغربوش من المقادير، ولكن ملي غتجربوها غادي تحكموا. انا دابا غنعطيكم المقادير ومن بعد غنوريكم القياس. هنا غنحتاجوا الورد البلدي، وهنا غنحتاجوا النويويره، غاديرها بحال البزار، هي ماشي بزار، ديك راه نويويره. هنا بسيبيسه، اللي ما عرفش شنو هي بسيبيسه، هي قشور ديال الكوزه. هنايا لسان الطير. وهنايا ثاني عندنا كوزه صحراويه. هنا انا راه واخده كل حاجه منا 5 دراهم، يعني خذوها على القياس ديالكم. الا بسيبيسه واخده منا 10 دراهم. هذه الكبابه حتى هي غنحتاجوها. وهنا غنحتاجو البزار البيض، وواحد نص حبه ديال الكوزه، يعني ماشي الكوزه كامله، نص حبه فقط. هنا سمحوا لي مع الشعر، هنا غنحتاج واحد 6 الحبات ديال القعقله اولا الهيل، 6 الحبات ديال القرنفل، وواحد العود ديال القرفه نهرسوه بيدينا، وواحد 4 الحبات ديال المسكه حره، وواحد شويه من الزعفران الحر. يعني كنعتذر هنا كنضارب الشعر بزاف. هادو هما القياس اللي غادي نحتاجو. بقى كيبان لكم قلال، ولكن راه تمشيو بمقادير مضبوطه باش كتصدق لكم وكتجي حتى البنه كتجي فيها خاصه وزوينه ان شاء الله باذن الله. يعني كانوا هادو هما التوابل اللي وريتكم يعني ديال المروزيه اللي غنحتاجو ان شاء الله في هذا العيد المبارك. ونسيت ما قلت لكم واحد شويه ديال الزنجلان واللوز. يعني اللوز غادي نحيدوا ليه القشره، غنفسخوه من القشره ونطحنوه، كذلك حتى الزنجلان. انا غادي نقاد هذا الشيء ونطحن اللي غيتطحن ونوجد كل شيء، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله. هنايا كيف قلت لكم اللوز والزنجلان نحتاجوا القياس ديال ملي غنطحنوه غنحتاجوا معلقه كبيره. هنا نعاود نوريكم علاش انا عاود رجعت قلت لكم غنطحن كل شيء ورجعت، باش تشوفوا هنا انه قبيله ما كانش باين. هادو هما ديك المسكه حره اللي قلت لكم والقوام اللي غنحتاجو. دابا غنطحن كل شيء ان شاء الله، ونتلاقاو باش نوريكم الطريقه كيفاش تصاوبوها ان شاء الله. هنايا من بعد ما طحنت كل شيء، يعني نقيتها اللي بغيت نقى، نحيدو الغبره، نحيدو كل شيء، نغربلوها ونطحنوها وان شاء الله غنبداو نخلطوا. هنايا غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الورد اللي طحنا، يعني سيروا بمقادير مضبوطه، ماشي يعني تكثروها ولا راه كل حاجه اللي مشيتو بالقياس راه كتجي زوينه. معلقه كبيره ديال الورد، وانا غناخذ واحد المعلقه اللي حيت هذه كبيره بزاف، خصني ناخذ الاخرى اللي موين باش يجيني المقادير هما هذوك. غنجيب معلقه صغيره باش نعبر بها الكوزه الصحراويه، لان ما خصهاش نكثروها. هنايا هانتوما كتشوفوا هذه راه معلقه متوسطه، ماشي كبيره وماشي صغيره، يعني النص ديالها ديال الكوزه الصحراويه. يعني كيف قلنا معلقه كبيره ديال الورد، نص معلقه ديال الكوزه الصحراويه، معلقه كبيره ديال البزار البيض،
يعني كي شفتو قبيله في المقادير. ودنا تاني معلقه كبيره ديال الكبابه، ما تكونش عامره بزاف، ومعلقه كبيره. وهنا معلقه كبيره ديال لسان الطير. ضروري نزيدو شويه، ولكن المهم معلقه كبيره عامره. هنا كذلك معلقه كبيره ديال بسيبيسه اللي هي القشره ديال الكوزه. وهنا معلقه كبيره ديال النويويره. كيف قلت لكم ما كاين ما احسن تصايبوها في الدار، يعني ولو خديتوها عند العطار كيكون داير بعض التوابل وبعض ما كيديرهمش، وكيكثروا القرفه. المروزيه ما تكثروش فيها القرفه بزاف، يعني عن تجربه ديال سنين قلت لكم انا كنديرها. هنايا معلقه ديال المغيزلات او ظهر الفلفل، وهذا خدنجال او خنجلان كله شنو كيسميه، كنديروا نص معلقه، يعني ما تكثروش منه بزاف، نص معلقه فقط. وهنايا غنديروا دوك التوابل اللي كنا طحنا. هنا غنديروا هذا العود ديال القرفه، يعني غير عود واحد نهرسوه ونلوحوه غير هكاك، يعني بلا ما نطحنوها معاها. وانا متاكده الا جربتوها غتشوفوا، راه قلت لكم شحال من عام وانا كنصاوبها في الطياب، كتجي خطيره في الطياب الصراحه. اللي كلا كيقول لك يعني باش مطيبه يعني الطياب اللي كديروا اللحم المروزيه ديال العيد ان شاء الله. وهنايا داك القرنفل وقاع قله وداك الشيء اللي طحنا مسكه حره، ويعني وشويه ديال الزعفران اللي كنديروا من بعد. هنايا غنديروا معلقه كبيره ديال اللوز، هذا هو السر ديالها، وكتعطي واحد التعليكه في الطياب. كيجي اللحم والمرقه كتجي معلكه، يعني داك المرقه ديالها كتجي معلكه وخاطره. هذه واحد السر من الاسرار، يعني تقدروا ديروا غير بسيبيسه وقاع قله وديروا معهم الزنجلان واللوز، يعني في الدجاج محمر او في اللحم في اي حاجه. هنا غنديروا معلقه كبيره ديال السكنجبير، وغنديروا معلقه كبيره ديال الخرقوم، يعني ضروري من هادو حتى هما نخلطوهم. وعاد غادي نديروا يعني شويه ديال الزعفران الحر نخلطوه معاها. انا راه كنصاوبها وكنخليها في الثلاجه، نوريكم حتى طريقه الاحتفاظ، يعني تحتفظوا بها في الثلاجه. غديروها في واحد القرعه ديال العطريه وتغطيوها مزيان وتخليوها في الثلاجه غير لتحت، راه كتبقى مده عام، راه بحال يلا طاحنينها. يعني قلت لكم انا تجربه كنعطي لكم، يعني قلت نشاركها معكم، ما كرهتكمش تصايبوها حتى نتوما وتجربوها وغتردوا عليا الخبر ان شاء الله باذن الله. وحتى الناس اللي مجربينها ما كرهش يخليو التعاليق، اللي جربوها وذاقوها وعرفوها كي دايره، راه عندها واحد اللذه عجيبه ان شاء الله. مازال الا كتب الله نشارك معكم بها الوصفات اللي غادي ندير ان شاء الله باذن الله. غادي نخلط مزيان حتى ينسجم كل شيء، يعني نخلط ونبدا معاك هكا بالمعلقه باش كل شيء يتخلط ليا، يعني داك اللوز حيت تيبقى مكركب. نخلطوا كل شيء مزيان حتى يتخلط، وغادي نديرها في واحد القريعه اللي غادي ان شاء الله نقدم فيها. ومن بعد انا غادي نخبيها في الثلاجه ونخليها في الثلاجه، كتبقى ليا كتكون مده عام ما كتخسر ما والو، كتبقى هي. غادي نكمل هكا ان شاء الله وندوز دابا باش نحضر معكم التبزيره الدبناتيه. دابا ان شاء الله غادي نحضروا هاد التبزيره الدبناتيه. غادي نديروا فيها كوزه الصحراويه نص معلقه صغيره، ومعلقه كبيره ديال سيبيسه. هنا الكوزه طحنتها مع شويه القرفه، يعني حبه ديال الكوزه ونص. وهنا معلقه كبيره ديال البزار الابيض. هنا معلقه كبيره ديال الكبابه، معلقه كبيره ديال النويويره. والقرفه هنايا العكس ديال المروزيه، هذه كتحتاج القرفه. ومعلقه كبيره ديال لسان الطير حتى هي غادي نضيفوها. وغادي نضيف ليها حتى هي سكنجبير، يعني معلقه كبيره ديال السكنجبير، معلقه كبيره ديال الخرقوم. نتوما غادي تشوفوا معايا انا خدمتها معكم هنا بالزربه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هذا العطريه هذه حنا عندنا معروفه في البلاد، كنديروها في الطواجن، في الطنجيه الدبناتيه ولا في اي طاجين ديال الخضره ديال الدجاج ديال اللحم، كتجي زوينه. يعني هذه عطريه خاصه عندنا في البلاد الصراحه، ما كتلقايهاش في شي بلاصه من غير عندنا في البلاد. وهذا العام مع هذا الحجر الصحي يعني ما مشيناش للبلاد، ما جبناهاش، قررت باش نصاوبها ومزيان يعني تستافدوا حتى نتوما تعرفوا كيفاش كتصاوب. كيف شفتوا هنا درت معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال السكنجبير، وغادي نخلط مزيان.
هي العكس ديال المروزيه، يعني ماشي بحال بحال، راه كاين فرق بينها وبين المروزيه. وان شاء الله غادي نتلاقاو في طبق التقديم، يعني في العطريه اللي درت معكم. كيف كتشوفوا من بعد ما كملت يعني المروزيه والتبزيره الدمنتيه، راه اللي كيقول لك المروزيه راه هي التبزيره، لا راه ماشي هي التبزيره. هذيك عندها نكهه خاصه وهذيك عندها نكهه خاصه. هنايا نتوما كتشوفوا ليك المروزيه اللي صاوبت، يعني راه مع التصوير وداكشي يعني شويه راه غتردوا البال غير من اللون. هذه كتكون شويه صفراء والاخرى كتكون شويه لونها قهوي، يعني ماشي بحال بحال. وحتى في الريحه ماشي بحال بحال. هذه المروزيه راه لا علاقه مع التبزيره، ولكن التبزيره حتى هي عندها طيابها بوحدو وكتجي زوينه. حتى هي كتجي في يعني في المروزيه ديال يعني اللي بغى يطيب بها اللحم حتى هي كتجي زوينه. ولكن من الاحسن نصايبوا المروزيه اللي على حقها وطريقها، وهذه نديروها للطواجن. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. المهم انا قررت نشارك معكم هذه العطريه اللي كنصاوبها ديما في العيد، وقلت علاش لا ما نوريهاش لكم حتى نتوما اللي يمكن تصاوبوها، علاش لا تحضروها بروسكم في الدار. ما كاين ما احسن من حاجه ديال الدار. وكيف العاده ما تنساونيش من اللايك ومن الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. راه بكم باش غادا هاد القناه، وبكم ان شاء الله باش غتزيد لقدام. راه قناتي وقناتكم حتى نتوما كذلك. اي حاجه عرفتها واي حاجه كنديرها عندي انا في الدار ان شاء الله غنشاركها معكم. وكنتمنى تدعموا هذه القناه تزيد لقدام، يعني باللايكات. اللايك كيخلي القناه كتزاد كتطلع وكتبان في المشاهده، يعني كتبان للناس والفيديو كيطلع كذلك. كنتمنى ما تنساوش اللايك، ما تنساوش زر الاشتراك. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وبكل ما كتمنوا ان شاء الله. اللي في بالو شي حاجه الله يحققها ليه، الله ييسر لكم ان شاء الله الامور ديالكم كامله، ويرفع علينا ربي هذا الوباء هذا ان شاء الله، وتكون الدنيا على خير ان شاء الله وترجع كيف كانت، علاش لا. نتمنى من الله الخير وعيدكم مبارك سعيد. وكنتمنى تعجبكم هذه العطريه اللي صاوبت المروزيه والتبزيره الدمنتيه، وانا متاكده الا جربتوهم غادي تشكروني عليهم. كنسالكم غير الدعاء، هادشي اللي كنسالكم. دعوا معايا وخليت لكم الراحه، وعيد مبارك سعيد. الى اللقاء في فيديو قادم.